بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم عليكم جميعا وشهر سعيد يا رب. اللهم أتمه علينا بالخير والبركات، اللهم امين. في ظاهرة كبيرة جدا بشوفها الايام دي في الفواصل الاعلانية في رمضان. نجوم وممثلين اغنياء جدا ولاعيبة كورة بيطلبوا من الناس الغلابة الفقيرة، راجل غلبان فقير، بيطلبوا منه ان هو يتبرع لصناديق ويتبرع لجمعيات ويتبرع ويتبرع ويتبرع. طب انت يا اللي بتقدم الفيديو، انت يا اللي بتقدم الاعلان، واخد كام؟ في واحد منهم واخد 5 مليون. انت عشان تطلع تطلب تبرع من واحد يدفع 5 جنيه او يدفع 20 جنيه تاخد 5 مليون؟ اتقي الله، اعمله مجاني. عايز تطلب من الناس اتبرع انت، ما تطلبش من الناس الغلابه انها تتبرع. في حيتان في البلد، في ناس اغنياء جدا، في ناس، لكن ما تقعدش لعيب كره يطلب من الناس تتبرع عليه، ممثل يطلب من الناس تتبرع عليه، مغني. ده انت اصلا لو تبرعت بمليون والله ما هتخس حاجه. الناس غلابه، الناس مش لاقيه تاكل، تطلبش منها تروح تتبرع وانت مليونير وملياردير ولعيب كوره تطلب من الناس فقيره تتبرع. الناس والله مش عارفه تاكل ولا تشرب ولا تفطر. عاوز تتبرع اتبرع انت، ولو طلعت تعمل اعلان يا ريت تعمله مجاني وما تاخدش فلوس من اصل انت مين اللي هيقبضك؟ الفلوس اللي انت هتاخدها دي هتتخصم من فلوس التبرعات، مش هيدوها لك من معاهم، من فلوس التبرعات، وده حرام. اتقي الله علشان ربنا يبارك لك. واي قناة تعرض الاعلانات دي اتقوا الله وارحموا الناس وحسوا بالفقراء شويه. وكل سنه وانتم طيبين.